السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. هنحل النهاردة اختبار تراكم 2 على الدرس التاني الوحدة الأولى. يا جماعة ما تنساش تعملنا اشتراك لقناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. إن شاء الله بنبدأ نراجع كده قبل الامتحانات، واستنى برضو المتابعة التانية اللي هي حل امتحانات المحافظات. يعني خليك معانا أول بأول عشان تستفاد مننا إن شاء الله. طيب بيقول لك إيه النهاردة؟ الدرس ده يا جماعة مراجعة على المقدار الثلاثي البسيط والغير بسيط. هو التحليل المقدار الثلاثي البسيط وتحليل المقدار الثلاثي الغير بسيط. طب هنا بيقول لك ايه؟ يلا نبدأ كده. إذا كان المقدار س تربيع زائد ألف س ناقص 5 قابلة للتحليل فإن ألف بتساوي كام؟ طيب مقدار، احنا عارفين المقدار الثلاثي البسيط دي مقدار ثلاثي بسيط أولا لأنه معامل الس تربيع بيساوي كام يا جماعة؟ واحد. شاطر يا باشمهندس محمود. تمام. يلا لو جينا نحلل، احنا عايزين الحد الاوسط ده، هو عايز قيمة الالف. الحد الاوسط دي بيساوي حاصل الجمع او حاصل الضرب. طب الخمسة دي عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن واحد في خمسة. طيب وإشارة الحد الأخير ايه؟ سالب، يبقى أطرحهم من بعض. خمسة ناقص واحد بيساوي أربعة، يبقى هنشوف الألف هتساوي الأربعة. تعالى ننزل رقم 2. إذا كان 2 ألف ناقص 5 في 3 ألف ناقص 2 بيساوي 6 ألف تربيع زائد كاف ألف زائد 10. طب يلا هنا الناتج هو مدولي بستة ألف تربيع زائد كاف ألف زائد 10. طب دي مقدار ايه؟ الشاطر اللي هيقول ممتاز، مقدار ثلاثي غير بسيط. ليه؟ لأن معامل الألف تربيع 6. طيب لو جينا نحلل بالمقص أهو 2 ألف ومديكوا قوسين اهو 2 ألف وهنا 3 ألف وهنا 2 ألف ناقص 5، دي القوس الأولاني، والقوس التاني 3 ألف ناقص 2. طب عايزين كاف. كاف ده يبقى برضو هنضرب اللي هو مجموع الحدين. 2 ألف في سالب 2 بسالب 4 ألف، 3 ألف في سالب 5 بسالب 15 ألف. لما تيجي تجمعهم مع بعض هيديك سالب 19 ألف، يبقى كاف هتساوي سالب 19. تمام يا جماعة؟ اللي عنده أي استفسار يا جماعة ممكن يدخل يراسلني على الواتس بتاعي او الصفحة بتاعتنا مستر محمد صلاح دروس رياضيات اونلاين على الفيسبوك، وان شاء الله بنرد على كل الطلاب او اي ولي امر او حد عايز يحجز مراجعة او اي حاجة. طب يلا نيجي السؤال رقم 3. يقول لك المقدار س تربيع زائد 7 س زائد ب يكون قابلا للتحليل اذا كانت ب بتساوي كام؟ طب يلا تعال، لو حللنا ده س في س. طيب وعايز عددين مجموعهم 7 ويكون حاصل ضربهم، وعايز بقى يشوف حاصل ضربهم كام. طيب لو جينا نشوف السبعة دي عبارة عن كام في كام، او عبارة عن عددين ايه وايه. تلاقي الواحد زائد 6 والاتنين زائد 5 والتلاتة زائد 4. التلاتة زائد كام؟ 4. طيب لو جيت تشوف بقى، هو مديك هنا 3 و4 و6 و7. لو جربت تنتك تحط هنا مثلا، لو حطيت هنا الواحد والست، عايز عددين يكون مجموعهم 7 بس بشرط برضو انه يكون حاصل ضربهم 6. لو جيت هنا عملت موجب وموجب، 1 س زائد 6 س هيديني 7 س. ممتاز. طب يا مستر ليه ما خدناش من 2 و5؟ تعالى احط هنا الاتنين وهنا الخمسة. تمام، هتلاقي ان حاصل ضربهم هيساوي كام؟ الحد الاخير 10. كام؟ تمام، يبقى احنا هناخد الب هتبقى ب6. تمام معايا؟ ماشي. انك انت لو حطيت هنا، لو ضربتهم في بعض الاتنين في 5 هتبقى ب10، وهنا التلاتة والأربعة لو ضربتهم في بعض هيبقى 12. طيب رقم 4 بيقولك إذا كان س تربيع زائد كاف س ناقص 21 بيساوي س ناقص 3 في س زائد 7. دي برضه يمكن تجيبها على طول.
العددين مجموع العددين سالب 3 س زائد 7 س. عرفنا جاز ازاي؟ سالب 3 س ضربت السالب 3 في س زائد 7 في س، الطرفين في الوسطين يعني الطرفين زائد الوسطين، هيديني موجب 4 س. يبقى كاف هتساوي موجب 4. اللي عنده اي استفسار يا جماعة يدخل يكلمني، محدش بنرد على كل الطلاب ان شاء الله. السؤال رقم 2 بيقول لي اكمل. اذا كان 3 س زائد 4 احد عاملي المقدار 15 س تربيع زائد 17 س ناقص 4 فإن العامل الاخر هو. طب يلا يا باشمهندس، يلا يا دكتور، يلا يا باشمهندسة. 15 س تربيع دي 15 دي بقى مقدار ثلاثي غير بسيط. تمام، المقص بتاعي وهمديني قوس اهو 3 س زائد 4. طب 15 س تربيع يبقى القوس التاني المفروض هيبقى 5 س، وهنا مدينا 4. خلاص يعني الأربعة في واحد بأربعة. نيجي للإشارات، الحد الأخير إشارته سالب، يبقى الكبير هياخد إشارة اللي في النص، يعني هيبقى هنا موجب 4، والتاني بعكس الإشارة. يبقى القوس الأولاني 3 س زائد 4 زي ما هو مديهولي، والقوس التاني هيبقى إيه يا جماعة؟ 5 س ناقص 1. يبقى العامل الآخر هو 5 س ناقص 1. طب تعال رقم 2 بيقول لي إذا كان 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 3 بيساوي 2 س ناقص 3 في س ناقص كام؟ دي برضه هو مدينا على طول اهو مباشرة. القوس الأولاني 2 س، بدل لسه ما إننا أجرب 2 س وهنا س، وهنا القوس الأولاني سالب 3 يبقى 2 س ناقص 3، وهنا التلاتة أكيد برضه هنا هيبقى 1. أما تيجي تضرب الحد الأخير إشارته موجب، يبقى القوسين هياخدوا إشارة اللي في النص. لما يبقى 2 س ناقص 3 يبقى الإشارات هتكون متشابهة مثل إشارة الحد الأوسط، يبقى ده إشارته سالب برضه. يبقى القوس الأولاني 2 س ناقص 3 في س ناقص 1. يا رب يكون في الجميع فاهم، واللي عنده أي سؤال يتفضل يراسلنا وهنرد على الكل يا جماعة إن شاء الله. طيب تعال نكمل. بيقول لي إيه؟ إذا كان 2 س تربيع ناقص 7 س زائد ج بيساوي 2 س ناقص 3 في س ناقص 2 فإن ج بتساوي، لسه برضو حالين زيها، وعايز الجيم. الجيم ده يبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ حاصل ضرب العددين سالب 3 في سالب 2، يبقى الجيم هتساوي 6. تمام، ممتاز. رقم 4 بيقول لي إذا كان س زائد 2 أحد عاملي المقدار س تربيع زائد 5 س زائد 6 فإن العامل الآخر هو. يلا يا باشمهندسة أسماء حلو وقولي لي كده. تمام، هيبقى س زائد 3. ليه؟ لأن دي مقدار ثلاثي بسيط، أو هنلاقيها تبقى س زائد 2 في س زائد 3 عشان تتأكد برضو تجيب الحد الأوسط. يبقى 2 س زائد 3 س هيساوي 5 س، يبقى العامل الآخر هو س زائد 3. الله ينور. السؤال رقم 3 بيقول لي حلل ما يأتي تحليلا كاملا. يقول لك أول سؤال 2 س تربيع زائد 3 س زائد 1. طب تعالى كده نحل يلا. رقم 1 بيقول لي يلا المقص بتاعك 2 س تربيع زائد 3 س زائد 1، تبقى بتنيني براحتي في الامتحان اقعد اجرب. 2 س تربيع عبارة عن 2 س في س، ماشي. الواحد عبارة عن 1 في 1. عايز اتأكد ان شرط الحد الاخير شرط موجب، يبقى هجمع 2 س زائد س هيديني 3 س، يبقى حل مما يأتي تحليلا كاملا ده يساوي 2 س زائد 1 القوس الأولاني والقوس التاني س زائد 1. بكتبها انت برضو عشان الوقت. احنا كده حلينا رقم 1. تعال رقم 2 امسح. عايز ترجع لأي سؤال رجع الفيديو وبراحتك. يلا 12 س تربيع ناقص 7 س زائد 1. تمام، يلا نفتح نعمل المقص بتاعنا. 12 س تربيع هتبقى عبارة عن كام في كام؟ 3 س في 4 س، ماشي. والواحد برضو 1 في 1. تمام، بيقول لي هنا برضو الأخير إشارته ايه؟ موجب. تمام، يبقى الاتنين هياخدوا إشارة الحد الأوسط، يبقى هنا سالب وسالب،
لما تيجي تجمع هيديني سالب 3 س ناقص 4 س، ممتاز، هيديني سالب 7 س. يبقى القوس الاولاني كام يا جماعه؟ 3 س ناقص 1 في 4 س ناقص 1 اللي هو القوس التاني. تمام يا جماعه. يلا السؤال اللي بعده، واللي 6 س تربيع زائد 20 س زائد 16. ممتاز يا باشمهندس. واحد قال لي ايه، هناخد عامل مشترك يا مستر. تمام، ايوه كده، لان لما تلاقي عامل مشترك يا جماعه عندك في المساله بتاعتك طلعه بره. يعني هنا هتاخد عامل مشترك ايه يا محمد؟ قال لي ممتاز، قال لي هاخد الاتنين عامل مشترك يا مستر. اما اخد الاتنين عامل مشترك هيتبقى ايه؟ احنا في السؤال رقم 3 يا جماعه عشان بس محدش يتوه. يبقى 3 س تربيع زائد 10 س، 20 س على 2 فعلى 10 س، زائد 16 على 2 فيها كام؟ فيها 8. وابدأ احلل عادي، افتح المقص بتاعي واشتغل عادي. انزل الاتنين زي ما هي، والمقص بتاعه هيبقى 3 س وس، ماشي. والتمانية عبارة عن كام في كام؟ 4 في 2. عشان اتأكد برضو اهو، تيجي تضربهم لحد الاخير شرط موجب، يبقى هجمع 3 س في 2 6 س زائد 4 س هيدينا 10 س. ممتاز. يبقى ده هيساوي 2 في القوس الاولاني يا جماعة 3 س زائد 4 في القوس التاني س زائد 2. سؤال مهم يا جماعة، سؤال امتحانات بس في محافظة الغربية. سؤال رقم 4 بقى بيقول لي 8 س تربيع ناقص 2 س ص ناقص ص تربيع. يلا يا باشمهندسة أسماء. ممتاز، هنحل، هنفتح قوسين، ماشي. المقص بتاعك 2 س و4 س وصاد وصاد. ممتاز، الله ينور. الإشارات آخر إشارته سالب، هنا سالب صاد وموجب صاد. ممتاز. اما تيجي تضرب 2 س صاد ناقص 4 س صاد هيديني سالب 2 س صاد. الله ينور عليك يا باشمهندسة. يبقى القوس الأولاني هيبقى كام؟ 2 س ناقص صاد، والقوس التاني يا جماعة هيبقى 4 س زائد صاد. يلا السؤال رقم 5، واللي س تربيع زائد س ناقص 12. ما تستعجلش، دي مقدار ثلاثي بسيط. أيوة، محدش يجي يرجع يعمل مقص على طول. بص، أول حاجة يا جماعة الس تربيع معاملها قدامها معامل 2 3 4 5 6، دي يبقى دي مقدار ثلاثي غير بسيط. لو ما قدامهاش حاجة يبقى دي مقدار ثلاثي بسيط. ده حللها سهل، أفتح قوسين س وس. ممتاز. ال 12 عبارة عن 3 في 4. تمام. الكبير هياخد إشارة اللي في النص، يبقى س زائد 4 وس ناقص 3. يلا يا باشمهندس محمود السؤال رقم 6، 2 س تكعيب ناقص 5 س تربيع زائد 2 س. ممتاز. المقص بتاعك 2 س. شاطر، ايوه كده، ركز معايا. قال لي هطلع السين بره يا مستر. الله ينور عليك يا محمود، ربنا يبارك فيك. يلا هطلع السين بره يا مستر، هيتبقى لي 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2. ماشي، هحلل ده مقدار ثلاثي غير بسيط. قال لي 2 س وس، الاتنين عبارة عن 1 في 2. الأخير إشارته موجب، يبقى الإشارات هتكون مثل إشارة الحد الأوسط، يبقى ده إشارة سالب وده سالب. ممتاز. يبقى القوس الأولاني هيبقى 2 س ناقص 1، والقوس التاني س ناقص 2. ممتاز يا باشمهندس محمود، ربنا يبارك فيك. وما ننساش السين اللي بره اللي أنا خدتها عامل مشترك يا جماعة. استنونا في فيديوهات تانية كتير، مراجعة إن شاء الله، حل امتحانات، حل محافظات. متنساش تعملنا اشتراك لقناتنا على يوتيوب وتفعل زر الجرس. لو عندك أي استفسار هسيب لك رقم الواتساب بتاعي تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله، وصفحتنا برضو تحت في الديسكريبشن عشان لو عايز تستفسر على اي حاجة ان شاء الله. كان معكم مستر محمد صلاح، دروس رياضيات اونلاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.